صلى على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل الجبنه الكريمي جميله بمكونات بسيطه في البيت، جميله جدا وموفره لاولادك في المدارس. تعملها سندوتشات، اللي مستعجل وعايز ياكل حاجه كده برضو جميله جدا ما شاء الله. وممكن تعمليها بنكهات كتيره اللي انت عايزاها. بسم الله ما شاء الله. بصوا قوامها جميل جدا، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. بصوا ما شاء الله. يلا بينا ندخل على الفيديو نشوف الطريقه. حبايبي ربع كيلو جبنه قريش، ومعانا معلقتين قشطه كبار، وعلى حسب بقى ما نحط اللبن، على حسب القوام بتاعها، نص كوبايه لبن، 3/4. هنشوف القوام بتاعها معانا دلوقتي. يلا بينا. اللهم صل على سيدنا محمد. نحط الجبنه بتاعتنا. نحط معلقتين قشطه كبار عشان الجبنه القريش منزوعه الدسم، فايه بنعوضها بالقشطه اللي احنا بنحطها. اللهم صل على سيدنا محمد. حط نص كوبايه اللبن، حط رشه ملح صغيره، اللهم صل على سيدنا محمد. ويا حبايبي هنشوف القوام بتاعها يا حبايبي. لا القوام بتاعها تقيل، هنخففه شويه. هنحط له حبه لبن صغيرين تاني. هنشوف القوام بتاعها يا حبايبي. ما شاء الله جميل. ايوه هو ده القوام المطلوب. هنفضيها معانا دلوقتي واوريكم ايه القوام مظبوط كده كويس ولا لا. فضيها يا حبايبي اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا القوام بتاعها يا حبايبي عامل ازاي. ما شاء الله جميله، ولسه كمان لما تقعد في التلاجة هتتقل تاني يعني. ما شاء الله جميله، واوفر ليكي من ما تشتريها جاهزه كده في كوبايات كده غاليه جدا. حاجه ليكي ولولادك وللمدارس، جميله جدا ما شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادي.